عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نخدمو مع بعضنا اختبار في الإيقاظ العلمي لتلاميذ السنة السادسة. ان شاء الله بالتوفيق للتلاميذ الكل. السند الأول: في عطلة الربيع شارك أحمد في رحلة إلى محمية بوهدمة، فتعرف على عديد الحيوانات وإلى أنواع كثيرة من النباتات. أصلح الخطأ في السلسلة الغذائية. حطلنا في الأول بكتيريا، يتغذى عليها فأر، يتغذى عليه الثعبان، يتغذى عليه الصقر، يتغذى عليه البلوط. شنو هو الغلط عنا في السلسلة الغذائية هذه؟ لازم السلسلة الغذائية باش تبدأ بمنتج، والمنتج مش شنو يكون نبات. اش معناها؟ او في الاول باش لازم تبدا السلسله الغذائيه هذه؟ شنو باش نحطه في الاول؟ باش نحطوا البلوط، ومن بعد شنو هو اللي يتغذى على البلوط؟ باش نحطوا فأر، اللي يتغذى عليه ثعبان، اللي يتغذى عليه ثعبان، اللي يتغذى عليه صقر. شنو بقات لنا البكتيريا. البكتيريا وقتاش يظهر الدور متاعها؟ شنو يصير للصقر؟ شنو اللي مش يصير له الصقر؟ المستهلك من الدرجة الأخيرة شنو لازم يصير له قبل ما يظهر دور البكتيريا؟ لازم يموت ولا موت الصقر، وهني يظهر دور البكتيريا. مش تعمل البكتيريا؟ تفككه البكتيريا. وكي تفكك كل البكتيريا لشنو يتحول باش يتغذى عليهم الاشياء يتغذى عليها النباتات؟ يحوله الى املاح معدنية. يحول الصقر بعد ما يموت البكتيريا هذه تفككه وتحوله لاملاح معدنية. الخلاصة عنا في السلسلة الغذائية باش تبدأ بمنتج اللي هي نبات لازم تكون في المستهلك من الدرجة الأولى. شنو نلقاو؟ مش نلقاو حيوان يتغذى على النباتات، حيوان عاشب كيف ما الفأر في المثال متاعنا. بعد كان لقينا الثعبان، ومن بعد لقينا الصقر، وفات هوني السلسلة الغذائية قد لقينا فيها من منتج من مستهلك. لقينا ثلاثة مستهلكات، معناها لقينا منتج ومستهلك من الدرجة الأولى ومستهلك من الدرجة الثانية ومستهلك من الدرجة الثالثة. وقتاش نحكيو على البكتيريا؟ وقت اللي يموت كي يموت آخر مستهلك اللي في آخر درجة. عنا احنا في المثال متاعنا صقر، بعد ما يموت تفكك كل بكتيريا، وهذه البكتيريا تحولوا إلى أملاح معدنية اللي مش تتغذى منها النباتات. هذاك علاش نقولوا سلسلة غذائية، كل شيء مربوط ببعضه، كلهم في علاقة، ونقولوا إذا قرض حاجة وإلا ماتت حاجة وقتها يصير خلل في التوازن البيئي. نتعداو للسؤال اللي من بعد. وعللوا الإفادة التالية: تقوم البكتيريا والفطريات بدور هام في المحافظة على دورة السلسلة الغذائية كيف ما حكينا الساعيكة. علاش؟
شنو هو دور حل الكائنات المفككة كيما البكتيريا والفطريات؟ هي اللي مش تحول المواد العضوية الموجودة في النبات، في بقايا النباتات وفي جثث الحيوانات اللي من بعد ما يموتوا، إلى أملاح معدنية اللي هي بدورها باش تتغذى عليها النباتات. نعاودو نكتبو الجملة: تقوم، سامحوني مش لنا، تقوم البكتيريا والفطريات بدور هام في المحافظة على دورة السلسلة الغذائية. قلنا علاش؟ لأنها تحول المواد العضوية اللي هي تتمثل في شنو؟ بقايا النباتات وجثث الحيوانات. إلى أملاح معدنية. باهي نمشيو السؤال اللي من بعد. قالك: أكمل السلاسل التالية ليكون الإنسان مستهلك من الدرجة الأولى. في المثال الأول مش يكون الإنسان من درجة أولى. على شنو نجمو نقولو الإنسان يتغذى على شنو؟ نجمو نقولو قمح، هون نحطو الإنسان كما قلنا. أول حاجة نحطو المنتج اللي هو النبات، ومن بعد كده نحطو المستهلك من الدرجة الأولى. هون يحب الإنسان مستهلك من الدرجة الثانية. شنو نجمو نكتبو؟ مثلا نجمو نكتبو قمح اللي هو يتغذى عليه الدجاجة اللي يتغذى عليها الإنسان. ومستهلك من الدرجة الثالثة شنو نجمو نحطو؟ نجمو نكتبو طحالب
ياكلوا مثلا نقولوا سمك صغير، اللي ياكلوا سمك كبير، اللي مش يتغذى عليه الانسان. الغذائية لازم تردوا بالكم، تراو الاتجاه متاع السهم كي يبدا الاتجاه كيف ما هو موجود عنا تويكايا، هو الحاجة الاولى يتغذى عليها الحاجة الثانية. نجمو احنا نلقاو السهم العكس، مش يكون مثلا مقلوبة، يولي اللي باش يعرضك الاول يتغذى على. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هون يقال لنا اصلح الخطأ. هون قال لنا كلما ازدادت الكائنات المستهلكة، اللي عندنا مستهلكة من درجة أولى وثانية وثالثة وهيك الكل، ازدادت الكائنات المنتجة. كيف ما احنا تويكية نقولوا في العائلة متاعنا، كل ما احنا نتزادوا أفراد العائلة كل ما مش كل ما هو مش يتزاد الحاجات المتوفرة، الحاجات اللي ناكلوها أكيد مش تنقص. هونية شنو مش نعوضوا كل ما نعوض لكم كان الكلمة باش من أقل وقت معناها. هونية مش نعوضوا كلمة ازدادت بتنقصوا، بيقلك يحتاج النبات الأخضر للشمس ليصنع المادة المعدنية. شنو يصنع النبات الأخضر؟ يتغذى على المواد المعدنية. أما شنو يحب يصنع هو؟ المادة يحب يصنع المادة العضوية. حيوانات المستهلكة من الدرجة الأولى هي حيوانات لاحمة. احنا قلنا منش تتكون السلسلة الغذائية في اللون نلقاو منتج، بعدك مستهلك من الدرجة الأولى، والمنتج هو نبات، والمستهلك من الدرجة الأولى اش معناه باش يكون حيوان؟ شنو؟ حيوانات عاشبة. ينهي حماة البيئة عن الصيد الجائر، خاصة لبعض الحيوانات المهددة بالانقراض. لماذا حسب رأيك؟ علاش حماة البيئة هذوما ينهيوا عن الصيد الجائر، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض؟ علاش؟ على خاطر هو اذا مش يصير هذايا الصيد الجائر، الصيد الجائر لبعض الحيوانات، لبعض الحيوانات المهددة بالانقراض. شنو يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي فكل كائن حي
دورا يقوم به في السلسلة الغذائية، وإلا لتنقل مسار السلسلة الغذائية. إذا انقرضت حيوانات كيفنا نحن في تونس نقولوا انقرضت سلحفاة البحر، شنو يصير؟ شنو هي المخالفات السلبية متاع انقراض سلاحف البحر؟ ولات عنا الحريقة، ولات عنا شنو يسموها، إله إلا الله، نسيت اسمه. ولا عنا خلل في البيئة متاعنا، في توازن البيئة متاعنا. نتعداو تويكية للمغناطيس. عطانا تجربة، شنو هو النتيجة اللي تحصلنا عليها؟ تجمع برادة الحديد على قطبي المغناط، تتركز القوة المغناطيس على قطبين وتضعف في الوسط. شنو هي التجربة باش نجمو نوصفوها؟ التجربة شنو اللي صار فيها؟ نثر وإلا عملنا؟ تقريب المغناطيس إلى إلى مجموعة من برادة الحديد. تعليق مغناط بخيط عديم الفتل وتركه حرا. شنو نحب نقوله هنا؟ إلى أين يتجه كل قطب من أقطاب المغناطيس؟ القطب الشمالي يتجه إلى الشمال، الشمال الجغرافي، والقطب الجنوبي يتجه إلى الجنوب الجغرافي. نمشيو للتجربة اللي من بعد اللي أعطاه لنا حاضرة. قال لنا تجربة تقريب مغناطين من بعضهما، عنا تنافر وتجاذب. وقتاش يصير التنافر؟ كل الأقطاب اللي قدام بعضهم كيف، والتجاذب بيصير كي يبداو الأقطاب كما قال لنا قطبين متماثلين يتنافران، قطبين مختلفين يتجاذبان.
هوني صارت مشكلة في الترتيب. شو هذايا؟ أسمي الأقطاب الناقصة وأكمل بيتنافران ولا يتجاذبان. هوني عنا ناقص باش نكتبوا باش نكتبوا أسامي الأقطاب. نسيت ما حطيت لهمش بلاصتهم. به هوني عنا القطب الشمالي، هوني باش نلقاو الجنوبي. به عنا جنوبي وجنوبي. شقلنا احنا كي يبداو كيف كيف قطبين متماثلان يتنافران. أنا هوني يتنافران. هوني عنا جنوب شمال شمال جنوب. هوني مختلفين. اش معناها؟ يتجاذبان. هوني عنا جنوب شمال جنوب شمال. هوني كيف كيف الأقطاب يتنافران. قالك أعلل الإفادة التالية: لا يمكن فصل قطبين المغناط لأنه علاش؟ علاش كي احنا باش نقسموه المغناطيس مش يقعد عنده قطبين، مش يقعد عنده القطب الشمالي والقطب الجنوبي، لأنه مهما جزأنا جزء المغناطيس سيظل له قطبان شمالي وجنوبي. التأثير المغناطيسي للمغناط شديد على طرفيه لأنه لماذا؟ لأن قوته تتركز على الطرفين. قوته في الجذب تتركز على الطرفين وتنعدم في وسطه. تتجه إبرة المغناطيس للبوصلة دائما إلى الشمال الجغرافي علاش؟ لأنه يجذبها الجنوب المغناطيسي للأرض، لأنه يجذبها
الجنوب المغناطيسي للأرض. نرجع لهوني. شاهد أحمد بركة من المياه، اقترب منها فلاحظ وجود شوائب، ثم قال: هذا الماء ملوث واستعماله يسبب أمراض خطيرة. أكملوا تعمير الجدول: اصفرار البشرة، بياض العين، وفشل عضلي، وصداع، وحمى. هذوما الأعراض متاع شنو؟ الأمة مرض. البوصفير اسم على مسمى، اصفرار. الكوليرا شنو هي الأعراض متاعها؟ شميش يصير اللي يمرض بالكوليرا؟ فيني يحس بالآلام، آلام حادة في الظهر. شنو آخر؟ و إسهال. الحمى والصداع وآلام في الأمعاء. كيف مش تكون اسم على مسمى. فما حمى، الحمى التيفية. أثر عودته من رحلته دخل أحمد ورشة والده ليقوم ببعض التجارب العلمية. أكمل بيجذب المغناطيس المسمار أو لا يجذب المغناطيس المسمار. وأعلل: هنا عنا حط مغناطيس، حطه على ورقة غير سميكة، وحط مسمار اللوطة. عبارة انت مش تاخو ورقة ترمي فوقها المغناطيس وترمي اللوطة المسمار. يحب يعرف يجذب المغناطيس المسمار وإلا لا. هون ايش باش يصير؟ يجذب المغناط يجذب المغناط المسمار. لأن الورق غير سميك يسمح بمرور تأثير المغناطيس. تأثير مغناطيسي. من بعد كي عاود تجربة أخرى، أخذ المغناطيس وحطه على صفيحة من النحاس ورمى من لوطة مسمار من الحديد. هونية المسمار مش ينجذب أو لا ينجذب المغناطيس المسمار. لا يجذب المغناطيس المسمار. عليه لأن النحاس له تأثير عكسي على التأثير المغناطيسي.
أعود تجربة واحدة أخرى. حط المغناطيس فوق طاولة من الخشب ومسمار اللوطة. يجذب المغناطيس المسمار أو لا يجذبه؟ يجذب. حتى في القسم كي نتوما باش تقراو كي قريتو على المغناط عملتوها التجربة هذه وقيتوه المسمار يتجذب. يجذب المغناط المسمار، لأن كما قلنا كما قلنا على الورق قولوا الخشب يسمح بمرور التأثير المغناطيسي. ان شاء الله نكون عاونتكم في فيديو اليوم، ان شاء الله ربي معاهم. الايقاظ في الثلاثي هذايا سهل، عندهم شوية تحفظة كنت شي الاعراض والسبب متاع الامراض هذوما، امراض تلوث المياه. ربي معاهم وربي ينجحهم. وكان عجبكم الفيديو كما كل مرة متنسوش الجيم وتشتركوا بالقناة، وشكرا.